الموت النهاية التي يخشاها الجميع أم مجرد بداية مختلفة؟ اليوم غادي نتأملوا مع بعض في فكرة الروح بعد الموت من منظور فلسفي بعيد عن القصص والخرافات، ونحاول نفهموا ما يمكن أن يحدث للروح بعد مغادرتها الجسد. الروح هل هي مجرد طاقة داخل أجسادنا أم وعي مستقل يتجاوز المادة؟ الفلاسفة عبر العصور حاولوا يفسروا طبيعتنا بطرق مختلفة. البعض رأى الروح كجوهر خالد، والبعض الآخر كمجرد انعكاس لتجربة الحياة. الموت مش نهاية مطلقة بل تحول. الفلاسفة من الشرق والغرب ناقشوا فكرة استمرار الوعي بعد الرحيل عن الجسد. بعضهم تصور أن الروح كتنتقل لأبعاد أخرى، كتعلم دروس جديدة في رحلة مستمرة. وربما كاين عوالم أخرى ما كنشوفوهاش فين كتستمر رحلة الروح وتتواصل مع قوانين الكون بطرق ما كنعرفوهاش. التأمل في الروح بعد الموت كيعلمنا أن الحياة ماشي مجرد فترة زمنية محدودة، بل فرصة للنمو، للفهم وترك أثر. فهم هذا يقدر يغير علاقتنا بالآخرين وبأنفسنا. واش الروح تتحرر بعد الموت أم تعود لتستمر في التعلم والتجربة؟ الفلسفة ما كتعطيناش إجابة حاسمة، ولكن كتفتح لنا أبواب التساؤل والتأمل.